التعددية النقابية داخل الجامعة التونسية موضوعنا اليوم في هذا الموعد. معنا للحديث في هذه المسألة وفي غيرها فيما يتعلق بحالة المسار العلمي والمعرفي والاجتماعي أيضا داخل الجامعة التونسية. معي سي زياد بن عمر المنسق العام المساعد لنقابة اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين والباحثين التونسيين. طبعا هيكل نقابي جديد من 2011 هو الحقيقة وقع بعث هذا الهيكل، لكن ما زال مش معروف في الساحة النقابية. يطرح موضوع مهم هذه الفترة، لست أدري إن كان مهما بالنسبة لعموم الناس، لكن بالنسبة للقطاع الجامعي خلينا نقول يبدو مهم مسألة انتخاب العميد وكيفية الممارسة الديمقراطية من أجل الخروج ربما بين ظفرين المحسوبية وما يردد في علاقة بانتخاب العمداء ومسائل أخرى أيضا مستعرضوا لها مع ضيفنا السي زياد بن عمر. أهلا وسهلا بك. مرحبا سي عز الدين، مرحبا بالمستمعات بالمستمعين. نشكروك على الاستضافة هذه ونشكر قناة الحوار التونسي اللي أعطتنا غضاء باش نتحدثوا للتوانسة على مشاكل الجامعة التونسية. في الحقيقة يعني قليل ما يعطى حيز الحديث عن الجامعة التونسية، ولكن نعرف أن التعليم والعلم والثقافة والجامعة هي أمور مسيرية عندها علاقة بالمواطنة وعندها علاقة بالديمقراطية. أكيد شكرا لك. سهلت لي برشا الحديث معك لأنه في مقدمتك فيها برشا مفاتيح. على كل حال نقابة اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين قدمها لنا في كلمتين، وهذا المولود النقابي المنافس جديد في أروقة الجامعة التونسية. نقابة اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين هي نقابة وطنية مستقلة لا تنتمي لأي مركزية نقابية. ولدت في 6 أكتوبر 2011. من الأهداف الرئيسية نتاعها هي تحقيق الديمقراطية بالجامعة التونسية، محاولة الارتقاء بالجامعة التونسية، تقديم مشاريع ورؤى للجامعة التونسية والدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للجامعين. نعرف أن الجامعة التونسية خليني الحديث معك يكون أخذ وعطاء لأن ثم بعض النقاط لازم نتعرضوا لها أكيد، لكن النقابة الجديدة تسعى لتحقيق الديمقراطية. يعني ما كانتش ثم ديمقراطية في الجامعة التونسية؟ لا، ما كانتش فما ديمقراطية في الجامعة التونسية ومازالت في علاقة بحد عام تونسي الشغل، في علاقة بالهيكل النقابية الأخرى، حتى الجامعة ولات غاديك عندها برشا جامعة العامة الشغل. لا، مسألة الديمقراطية بالجامعة التونسية هي مسألة مرتبطة بهيكل التسيير العلمية والبيداغوجية. نحكي داخل الهيكل النقابية راهو، مش نحكي في العموم. أنا داخل الهيكل النقابية في الحقيقة أنا أنتمي إلى هيكل نقابي مستقل عن الجامعة العامة للشغل. نحاول أني ما نتطرقش في شؤونهم الداخلية. كنت في فترة ما ضمن مناذلي الجامعة العامة للشغل. نزلت في الصف الأولى مع الجامعة العامة للشغل سنوات الجمر، نتفكر الإضراب الإداري متاع 2005. ولكن بعد الثورة فما مستجدات خلت أنه أهمية أن يكون الجامعيين هيكل مستقل خاص بهم لاعتبارات كثيرة. بين ظفرين ما مش تنكرت شوي نضالاتك في الاتحاد العام التونسي للشغل؟ لا، ما تنكرتش نضالاتي، ما زالت عندي علاقة طيبة بالكثير من المناضلين بالجامعة العامة للشغل ولا الجامعة العامة مع الفيدراسيون. المشكلة هو أنه قطاع الجامعيين قطاع عنده خصوصياته. عنده كل قطاع عنده خصوصياته، وخاصة قطاع الجامعيين. المشكل أن وجود الجامعيين ضمن مؤسسة نقابية مركزية نقابية لم يخدم مصالح الجامعيين لا من ناحية المضمون ولا من ناحية الشكل. ولكن أعتقد أن التعددية النقابية في الجامعة التونسية ما تنجم تكون إلا شيء إيجابي، لأنه باش يكون فما تنافس وباش يكون أنه رفع في سقف المطالب إلى آخره. وماشيين بالمطالب نتاعكم الجامعيين تو المواطنين تحدثوا أكثر قطاع أخذ زيادات، على الأقل نحكي بالأرقام معناتها. اللي شاهد فينا يقول توا هل مطلبيا مشطة للجامعيين، الجامعيين اللي هم نخب البلاد، الجامعيين اللي هم أقرب إلى توصيف الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للبلاد، الجامعيين اللي هم الاستراتيج معناتها هم ينظروا للبلاد في ايامها يعني تكتيكيا واستراتيجيا في المستقبل، معناتها نجموا شخص مليح، نجموا يعرفوا حاجات البلاد وتعب البلاد. علاش الجامعيين ربما دورهم الريادي هذا يتنازلوا عليه لصالح مطلبيه اجتماعيه خطابها شعبي شويه؟ ربما اسمح لي ربما نعمل تعديلات على الاشياء اللي قلتها. عدل يا اخي عدل، انا نطرح السؤال وانت عدل كما تحب. يعطيك الصحه.
في اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين أول بعد أشهر من اللي تأسسنا تقدمنا بمشروع متكامل لإصلاح الجامعة التونسية، وقمنا بورشات عمل وقمنا باستشارة واسعة للجامعين، وأخرجنا مشروع شاركوا فيه آلاف الجامعين في شكل كتيب سميناه إعادة إصلاح الجامعة التونسية. أيوة. والكتيب هذا يحتوي على 5 محاور، وآخر محور حكينا فيه هو محور المفاوضات الاجتماعية والزيادات الاجتماعية. وهذا سبب من الأسباب الرئيسية وراء إنشاء نقابة إجابة، هو أنه اهتمامنا ليس اهتمام نقابة إجابة هي الابريفاسيون الاسم الصغير لنقابة اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين. صحيح. الهدف الأساسي لنقابة إجابة هو إصلاح منظومة التعليم العالي، إصلاح منظومة البحث العلمي، تقوية التنافسية بالجامعة التونسية، وكانت هذه محاور اهتماماتنا. بقى في السنة الماضية دخلنا في المفاوضات الاجتماعية، لأننا لسنا نحن من طرحنا موضوع المفاوضات الاجتماعية، ولكن الموضوع طرح نفسه على الطاولة من خلال الزيادة الخصوصية اللي كان آنذاك وزير التعليم العالي السابق منصف بن سالم أنه يحب يعطيها للجامعين، واللي لم تكن مسنودة لدراسات علمية ولم تراعي معناتها تدهور الطاقة الشرائية وتدهور الحالة المادية للجامعة التونسي. نحب نأكد مرة أخرى أنه المفاوضات الاجتماعية الهدف متاعها هو ليس النهم أو معناتها أنه الجامعي معناتها باش يعبي جيوبه بالفلوس، إنما هي محاولة للحد من هجرة الآلاف من الأدمغة من الجامعيين. قبل ما نمشي النقطة الأساسية في قائمة معك سي زياد، نحب نتوقف عن مسألة الهجرة هذه لأنه ناقوس خطر في الحقيقة. قداش عندنا من جامعي خرجوا في ال3 سنين الأخرانية؟ الأرقام والمعطيات اللي عندنا على قرابة 12,000 جامعي، وفما أكثر من 3,000 جامعي غادروا الديار التونسية. زميل حدثني مشاو هذوما الخليج اللي مشى لكندا، اللي مشى للخليج، اللي مشى لفرنسا، يعني فما مشكلة حقيقية. هذه كانوا تفقير ممنهج للإطار العلمي للجامعة التونسية. تفقير ممنهج للإطار العلمي، لأنه الدولة التونسية ما تحبش تحمل مسؤوليتها في الحفاظ على جامعة تنافسية. نعرفوا أنه الخطر الكبير هو أنه الجامعة التونسية تولي مثل المستشفى العمومي، يكون أيضا على حساب الجودة. حتى الجامعين اللي خيروا البقاء في تونس يحاولوا بطريقة أو بأخرى توفير مورد رزق مناسب. نحب نذكر أنه أقل كتاب باش تشريه باش تدرس به معناتها يفوت يتجاوز 100 دينار. الملتقيات العلميه معناها المشاركه في الملتقيات العلميه تتطلب فلوس. دونك الجوده بالتعليم العالي مرتبطه بابقاء الخبرات وابقاء يعني الكفاءات الجامعيه التونسيه. وحتى كي تقارن انت وضعيه الجامعه التونسي ببلدان الجوار الجزائر والمغرب، الاستاذ الجامعي يتقاضى 4 أضعاف الاستاذ الجامعي التونسي. هذه أكبر جملة نسمعها احنا ديما في المفاوضات الاجتماعيه للساده الجامعيين، وإني يتحدثوا على المفاوضات على الشهري والدخل يقولوا قارنا بالمغرب والجزائر، اللي هي ربما الارقام صحيح ما تدل الاقل دخل قياسا في المغرب العربي على الاقل اقل دخل هو الجامعي التونسي. ذولي هذا يوضح ويعطي اجابه على الحيره على خروج جامعتنا من التصنيف العالمي. يعني كي نشوفوا التصنيف نتاع الجامعات ما نلقاوش جامعه تونسيه. علاش؟ فما المشكل المادي اللي طرقت له، ولكن فما مشكل كبير برشا يتعلق بحوكمه الجامعه التونسيه، يتعلق بالتصرف في الجامعه التونسيه، يتعلق بالشفافيه في الجامعه التونسيه، ويتعلق اساسا بالديمقراطيه في الجامعه التونسيه. نحن في نقابه اتحاد الاساتذه الجامعيين الباحثين التونسيين نعتبر انه جزء من المشكل في الجامعه التونسيه هو انعدام الديمقراطيه. هو نظام انتخابي يكرس هيمنة مجموعات ضيقة تسعى إلى مصالح شخصية. الجامعة ولا مجلس النواب تحكي لي كان لا، هذا هو صاير على حساب أنه الجامعة تكون مجتمع معرفي، على حساب رؤى وعلى حساب برامج بالجامعة التونسية. خليني نشد في النقطة هذه معك، مسألة الديمقراطية. ذولي تتحدث على مسألة العمادة والممارسة الديمقراطية في اختيار العمداء وغيرهم، اللي ما نتصورش عندها علاقة بالحالة اللي وصلتها الجامعة. لكن هات نوضحوا احنا شنو هو الإشكال بالضبط؟ الإشكال المشترك في علاقة بالعمادة اليوم.
الإشكال هو ليس في العمادة فقط، هو الإشكال متعلق بجميع الهياكل البيداغوجية والعلمية بالجامعة التونسية. اللي يسهروا على تسيير الجامعة العلمية بيداغوجيا أو علميا خرجوا عن طريق قانون انتخابي، هذا كان قانون 2011 اللي أعطته حكومة مستقلة في الوقت هذا، مستقلة في الوقت هذاك، حكومة الشعبوني، حكومة الباجي خالد سبسي، حكومة الباجي خالد سبسي، السيد رفعت الشعبوني، السيد رفعت الشعبوني. القانون الانتخابي هذا هو قانون لا يحقق أدنى مطلب من مطالب الديمقراطية بالجامعة التونسية، ويكرس قانون انتخاب العمداء وقانون انتخاب رؤساء الجامعات، رؤساء الجامعات، وكل ما ينطوي معنا عنه. شنو الإشكال بالضبط؟ الإشكال هو أنه يعتمد مبدأ الانتخاب غير المباشر، ولكن يحرف شيء أساسي في مبدأ الانتخاب المباشر وهو التمثيلية. في الديمقراطيات إذا كان تحدثوا على الانتخاب ما فماش 1001 طريقة في الانتخاب. فما الانتخاب المباشر بالفرنسية سوفراج يونيفرسال، وفما الانتخاب الغير مباشر التمثيلي. في الجامعة التونسية عندنا انتخاب غير مباشر وغير تمثيلي، ولا يستند لأي مبدأ ديمقراطي. كيفاش اختاروه العميد اليوم في تونس حسب القانون الموجود تو؟ القانون الحالي يعين صنفين من الناخبين. فما الصنف ب اللي يمثل قرابة 82% من الجامعين، وفما الصنف A اللي يمثل 18% من الجامعين، اللي هم الأساتذة المحاضرين. هذوم الصنف A هم الأساتذة المحاضرين والأساتذة، وصنف B هم الأساتذة المساعدين والمساعدون. وعلم أنه أغلبية الصنف B هم متحصلين على شهادة الدكتوراه أو بصدد إنهاء شهادة الدكتوراه. مازالوا ما عملوش التأهيل؟ لا مش التأهيل، مازالوا ما ترقاوش في مناظرة الأستاذ المساعد والتأهيل. صحيح عندك حق، التأهيل هي راهي أبعد ما تكون على يعني مناظرة أو معناها تلاحم ما بين صنفين A و B. المقامات العلمية محفوظة، والمنظومة الانتخابية هذه تضر حتى أساتذة من الصنف A. نحب نفسر للرأي العام. عندكم تحفظ أنه العميد لازم يكون أستاذ محاضر ولا؟ لا ما عندناش حتى العميد يكون أستاذ محاضر أو أستاذ. ما شنو المشكلة؟ لا احنا ما عندنا حتى مشكلة، بالعكس نحن نساندوا أنه يكون العميد من صنف A، يعني أستاذ أو أستاذ محاضر. المشكلة أنه القانون الانتخابي الحالي يغيب أصوات الجامعين في انتخاب العميد أو في انتخاب رئيس الجامعة. نعطيك مثال، يعني الجامعين اللي نعطيك مثال متاع مؤسسة فيها 107 أستاذ. أيوة. 100 أستاذ من صنف B و7 أساتذة من صنف A. أول ناس تتعرض للمظلمة في حالة أنه تقع تحالفات ضيقة هي الأساتذة من صنف A. يعني يكفي على الأساتذة 7 أساتذة من صنف A أنه 4 يتفاهموا مع بعضهم، يرشحوا أنفسهم ويترشحوا المجلس العلمي ويطلع العميد منهم. هذيك ديمقراطية، علاش ما هم أغلبية، هم 4 معناتها في 7 4 هم الأغلبية، هذيك الديمقراطية. ولكن مو جا ديمقراطية، مش ديمقراطية. لا هي الديمقراطية المؤسسة فيها 107 أستاذ، يعني تشوف أنت 4 من الناس يتحكموا في مسير 107 أستاذ جامعي، وينجموا يحاولوا يكونوا حاجز ضد 3 أساتذة من صنف A. يعني إذا فهمت أنا سي زياد وأنت قل لي فهمت ولا ما فهمتش، مع لأنه نحب نبلغ المشاهدين، يعني الإشكال أنه ضرورة المرور إلى انتخاب مباشر من كل الأساتذة الموجودين في المؤسسة الجامعية، للعمداء ولرؤساء الجامعات، للعمداء ولرؤساء الجامعات زادة، في رؤساء الجامعات أيضا. يعني لوجستيا ما فماش حتى مشكل أنه الجامعين ينتخبوا رؤساء الجامعات، ونجموا نحن حتى ندخلوا في حوار مع سلطة الأشراف أنه الهياكل المنتخبة هي اللي تنتخب رؤساء الجامعات. المشكلة مش شنو نجم يقدم هذه الجامعة التونسية اليوم؟ احنا باش نزيد نوضح للرأي العام شنو هي المشكل. الأول حاجة هو راهو الانتخاب الديمقراطي هام لأنه يضمن توسيع القاعدة الانتخابية، هام لأنه يضمن أنه تكون فما شفافية، هام لأنه يضمن القضاء على اللوبيات والمحسوبية والكليونتيليزم في الجامعة التونسية، يعطي فرصة لجميع الجامعين أنهم ينتخبوا عميدهم أو رئيس جامعتهم. اللي قدمناه في نقابتنا هو أنه العميد أو رئيس الجامعة ما يكونش على حساب اسم الشخص أو المجموعة اللي تساند فيه، يكون على حساب أول حاجة السيرة الذاتية متاعه، الخبرة متاعه، برامجه والرؤى متاعه اللي يطرحها على جميع الجامعين باش الجامعين يختاروه. هذا مهم، يعني هذا شكليا مهم.
هذا اللي نطالبوا به. وفعلا يروح الديمقراطيه وكل، لكن هذه ايش ينجم يقدم للجامعه التونسيه اليوم اللي هي في ازمه كبيره؟ اي سامحني خلينا نزيد نكمل لك. احنا طلبنا انه تكون فما الكفاءه، تكون السيره الذاتيه، تكون البرنامج والرؤى. ايضا طلبنا انه تكون هناك تقريريه للهياكل البيداغوجيه والعلميه، اي تقريريه للمجالس العلميه حتى باش ما يقعش التفرد بالراي. شنو اللي ينجم يضمن الجامعه التونسيه؟ الجامعه التونسيه اذا كان فيها ناس تتفرد بالراي نقعوا في مشاكل عندها علاقه بالشخصنه، في حكايه المشاكل ما بين الزملاء، عندها علاقه باصلاح التعليم العالي. نعتبر انه الشرط الاساسي لاصلاح التعليم العالي، وحكينا قبيله انه الجامعه التونسيه ترتيبها متردي، الشرط الاساسي لاصلاح منظومه التعليم العالي هو ديمقراطيه الهياكل نتاعها، على اساس الكفاءه وعلى اساس العلميه. نحب نكونوا الحوار حوار مبني على مجتمع معرفه اكثر منه على ولاءات. اذا كان فما شفافيه في الانتخاب، اذا كان فما انتخاب ديمقراطي باش يضمن اشياء كثيره على مستوى التصرف في الجامعات، على مستوى الحوكمه في الجامعات، على مستوى انه يقع إصلاح، أنه الناس اللي يقع انتخابهم من طرف الجامعين يكون ولائهم للجامعة التونسية ويكون وفائهم لبرامجهم على حساب الجماعة اللي ينصبوهم واللي يعينوهم. مشاكل كبيرة تعترض برشا لجان في الانتداب، في الترقية، عدم احترام للقانون من طرف المسيرين الهياكل البيداغوجية. الهياكل المنبثقة عن الانتخابات القديمة ما تمثلش الجامعين وقاعدة تخدم بطريقة ضيقة، ونعتبر أنه فما نسبة كبيرة من الناس اللي خرجت بالطريقه هذه هي سبب في تردي الوضع بالجامعه التونسيه اليوم. حاجه اخرى حبيت نقول انه الحق الانتخاب الديمقراطي هو حق توا معناها نحكيو نحن على الديمقراطيه ودستور الجمهوريه الثانيه والى غيره. يعني كيفاش نحن جامعيين متحصلين على معنا شهاده عليا ولو تب دكتوراه يجي يقولوا لا انت ما عندكش الاهليه الكافيه باش تعطي صوتك باش تنتخب عميدك بشكل مباشر. ما نعرفش شنو الضرر في انه جميع الجامعيين ينتخبوا عميدهم بشكل مباشر. طيب الوزارة تفاعلت إيجابيا مع هذا المطلب بالنسبة للنخابة متاعكم؟ وين وصلتوا في المفاوضات؟ تمشي خطوات على الأقل؟ نحن قدمنا مطلب إلى وزارة التعليم العالي مقترح تنقيح القانون الانتخابي منذ قرابة 4 أشهر. أيوة. وعندما وقع تعيين الأستاذ توفيق جلاسي وزير التعليم العالي الجديد كان معاه لقاء، وكان اللقاء طيب ومشجع، وسي توفيق قدم لنا أنه ضمانات أنه سوف يقع النظر بسرعة في القانون الانتخابي. أعطيناه الدراسات متاعنا، أعطيناه الأبحاث متاعنا. قال وقتاش الانتخابات؟ وقتها ميزان جديد قبلناه بعد ما تعين. أنتم تقريبا تبدأ في ماي الانتخابات؟ لا الانتخابات ماي جوان تقريبا. قال ماي جوان سي الغدوة، دونك يلزمنا نحن نتحركوا بسرعة باش ننقحوا القانون الانتخابي. فأعطينا وعود أنه يتحرك في إطار تنقيح القانون الانتخابي، ولكن من وقتها ما فماش حتى خبر من الوزارة. بعثنا لها مراسيل، بعثنا لها فاكسوات، حطينا لها في مكاتب الضبط طلب لقاءات، ولكن لحد الآن ما تحصلنا على حتى رد فعل من الوزارة. هذاك علاش قمنا باجتماعات في جميع مكاتبنا النقابية في 55 مؤسسة جامعية، ثم قمنا بمجلس إنابات وهو المجلس الوطني للمنتخبين، قمنا به الأسبوع الماضي. أيوة. وقررنا الدخول في إضراب إنذاري يوم 8 أفريل. قررتوا الإضراب صحيح؟ قررنا الإضراب. قداش من منخرطت أنتم في الجامعة التونسية من مدرسين الجامعة في الهيكل النقابي هذا؟ نحن قرابة 1200 منخرط، وهو رقم ممتاز خاطر فما 80% من الجامعين لا ينتميوا لأي هيكل نقابي. فمتواجدين في الإضراب هو الحل اليوم؟ الهدف من الإضراب الإنذاري هو أنه الوزارة تحاول أنه تنظر جديا في الموضوع هذا. بالنسبة لنا احنا قضية مصيرية بالجامعة التونسية، عنا الآلاف من الجامعين قاعدين يغادروا تراب الجمهورية التونسية، عنا ناس في حالة يأس، فما مشاكل كبيرة في الجامعات المؤسسات الداخلية، فما هيمنة وتفرد بالرأي من الهياكل المنتخبة توا، مشاكل كبيرة جدا. ونعتبر أن الديمقراطية بالجامعة التونسية هي لبنة أولى نحو إصلاح حقيقي بالجامعة التونسية. شو علاقتكم بالهيكل النقابي الأخرى؟ الجامعة العامة للتعليم العالي كما قلت لك أنا كنت مناضل بالجامعة العامة للتعليم العالي، عندي علاقات صداقة كثيرة تجمعني بمناضلي السابق. نعم. يعني خلينا نكون واضحين معنا. اليوم الاتحاد العام التونسي للشغل يتحمل الأعباء
مش نقابيه فقط، عبايه وطنيه، وانت تعرفوا الجامعيين بركة الله انتم نخبوا تحلوا اكثر منا معناتها. أي. يدفع في اتجاه هذا المشروع اللي طالبوا به ولا غير معني بالنسبه لهم؟ اولا نحن نكن كل احترام لمنظمه الاتحاد العام التونسي للشغل، ونعتبره انه لعبت دور في السابق وتلعب الان دور هام مضاعف اليوم. دور هام معناها في تحقيق خطوات معناها نحو مستقبل احسن بالجمهوريه التونسيه، الجامعه بالبلاد كلها. ايوه. عندنا يعني الخيار نتاعنا هو ان نكون نقابه مستقله، هو خيار استراتيجي. نعتبره انه الجامعيين نظرا لخصوصيات القطاع كما برشا قطاعات مثلا جمعيه القضاة او نقابه الصحفيين او المهندسين او غيرهم، خير انهم يتنظموا في قطاع وحدهم. اعتبر انه اثراء المشهد النقابي بالجامعه التونسيه ما يرجع كان بالمنفعه للجامعه التونسيه، ونحن مادين يدينا للحوار والتعاون ونضربوا مع بعضنا في مشاكل مع بعضنا. لحد الان ما صرحوش بموقفهم الرسمي تجاه الانتخابات، ولكن الشيء اللي نعرفه هو انه المجلس القطاعي نتاعهم في ابريل 2011 خرج لائحه اللي تقول هي لا تنازل عن مبدا الانتخاب المباشر وتقريريه المجالس العلميه. واعتقد انه مطلب الانتخاب المباشر هو مطلب يلم اغلبيه الجامعيين، واحنا وقت اللي قررنا الاضراب مش تابع للاتحاد الاساتذه الجامعيين فقط، يعني هو لكل الجامعيين. الهدف نتاعنا هو انه الهياكل البيداغوجيه والعلميه ينتخبها الجامعيون على اساس الكفاءه، انه المجالس البيداغوجيه تكون عندها صبغه تقريريه كوليجيال باش ما يكونش تفرد بالرأي، وأنه تشريك جميع الأطراف الفاعلة في الجامعة التونسية. إذا أي حد هذه التعددية النقابية في الجامعة التونسية تخفي ألوان أو أطياف سياسية في الجامعة التونسية؟ احنا في نقابة اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين بعيدين كل البعد عن التجاذبات السياسية. شو زعما 1200 أستاذ مخاطين معكم بعيدين كل البعد عن الاتحاد السياسي؟ مش نفسر لك، أعتقد أنه وجود السياسة بالجامعة التونسية هو مظهر صحي. كل جامعي وكل طالب ومن غيره من حقه وكل مواطن من حقه أن تكون عنده آراء حول الحكم، حول السياسي قاعد يتدخل في الصراع النقابي. خلينا نفسر لك، معناتها يكون عنده آراء، ولكن الشيء اللي نأكده لك أنه نحن ما نخدمه تحت حتى أجندة سياسية نتاع أي حزب سياسي. نزيد نأكد لك أنه في القانون الأساسي نتاعنا أنه كل منتخب، يعني كل جامعي تابع عنده وظيفة يفقد الوظيفة متاعه بمجرد أنه تكون عنده مسؤولية سياسية أو إدارية. هذا شيء معناها أبيض على أسود على أبيض مكتوب في القانون الأساسي متاعنا. أعتقد أنه عندنا مشاكل بالشكل الكافي اللي تخلينا أنه نبعدوا بالتجاذبات والإيديولوجيات السياسية. احنا نقابتنا تلم جميع الجامعيين اللي يحبوا يضربوا على جامعة ديمقراطية، اللي يحبوا يضربوا على الحريات الأكاديمية، اللي يحبوا يضربوا على المجتمع المعرفي، اللي يحبوا يضربوا على جامعة علمية ومتقدمة وعصرية. فيها مع تقريبا كل هيك النقابية تاريخيا. اي لا احنا حتى الجامعة وندي كنت طالب فترة ربما صعبة معناتها في التسعينات اللي كنت طالب في التسعينات كان شعار ديمقراطية الجامعة شعار عالي معناتها، وهذا هو اعتقد انه مطلب الجامعيين ومطلب الطلبة ومطلب التونسيين بكل. كأستاذ جامعي دكتور في الجامعة درس، راضي عن الحالة اللي وصلتها الجامعة التونسية اليوم؟ يعني الأساتذة الجامعيين باعتبارك أنت منسق عام مساعد ما تتحدث باسم مجموعة وشريحة من الجامعيين، ونجوبوا الجامعة التونسية من الشمال إلى الجنوب. ربي معكم ربي معكم. إلى أي حد ألم ما بلغته الجامعة التونسية يعيش فيه الأستاذ الجامعي، وإلا اليوم ولا كيك اللاعب تاع الكرة المحترف ما يعنيش عنده شهريته وإذا يدبر كونتر البر يخرج وانتهى؟ والله احنا هذا هو الشيء اللي خلانا نتنظموا نقابيا، هو أنه همومنا وآلامنا للجامعة التونسية. الجامعة التونسي على عكس ما يعتقده المواطن التونسي البرا راهو ماهوش برجوازي. الجامعة التونسي لا برجوازي البرجوازية في الفكر مش في الحالة المادية. لا يعني الجامعة التونسي يتنقل أسبوعيا من تونس الجابس ولا من تونس المدنين ولا من تونس الجندوبة ولا من تونس القفصة، ويعني يدفع السكن متاعه في النزل ويدفع التنقل متاعه ويشري الكتب متاعه بمئات دنانير ويبدل معناها الأدوات المكتبية والإعلامية متاعه بمئات الدنانير. يعني وضعية الجامعة التونسي وضعية لا
تليق، والمشكل أنه يكون هذا على أساس على حساب الجودة. مشاكل الجامعات بالمناطق الداخلية يعني مشاكل كبيرة جدا لوجستيا وماديا. المؤسسات الجامعية داخل المناطق الجمهورية هي احنا نقولوا بالفرنسية جامعات فونتوم، جامعة شبح، يعني في من خلال معناتها حواراتنا مع الأساتذة قبل ما يكمل الساعة متاعه مخه في السيارة وقتاش باش يرجع معناتها لبلاده. ما فماش تحفيز للجامعات بالمناطق الداخلية. قوانين النقل قوانين اعتباطية اللي نطلبوه مثلا نحن أنه في قوانين النقل أنه تكون فما مقاييس واضحة وعلمية وشفافة أمام الجميع، وليس محاصصة كما يطلب به البعض. الهاجس الأساسي متاعنا أنه الجامعة التونسية تحاول بقدر الإمكان أنه تحافظ على الجودة متاعها، أنه تمشي في الجودة، أنه نمشيو نحو المجتمع المعرفي، أنه نحقق الديمقراطية، وأنه نحاولوا أنه يكون الحوار في الجامعة التونسية ليس جماعة فلان ولا جماعة فلتان ولا رأس فلان ورأس فلتان. نحب نكونوا أن الحوار هو مجتمع معرفة علم بحث. الأستاذ الجامعي في تونس عنده طموح اليوم كما توانسة الكل أنه يخرج لبرا يدبر كونترا عقد باهي فيها بلد 10,000 و 12,000 $15,000 $1,000 من خلال ما لمسناه من حواراتنا مع الجامعين حالة اليأس بدأت تستشري الكثير من الجامعين، لأنه ظروف العمل غير جيدة، لأنه الجامعي لا يشارك بشكل فاعل في المؤسسات كما قلت لك، يعني مجموعات ضيقة هي اللي تتحكم في كل شيء، لأنه ظروف البحث غير جيدة. الشيء اللي خلى فما خطر كبير اليوم بالجامعة التونسية هي هجرة الآلاف من الأدمغة. أعطيتك الرقم يعني رقم مرعب وما زال متواصل. 3,000 قلت لي 4,000 عندنا ما بين 3,000 و 4,000 اللي قاعدين في 3 سنين هذوما. في 3 سنين هذوما والشيء ما زال متواصل. حدثني زميل أنه في جامعة سعودية مؤخرا طلب الانتداب تقدموا لها 500 مطلب، يعني رقم مفصح. توانسة 500 توانسة يحاولوا باش يكونوا جامعة غير معروفة. الكونستا نتاع الحكومة المتخلية حكومة الترويكا في عديد الوزارات كان سلبي جدا، وكان ثم صيحة فزع. بالنسبة لوزارة التعليم العالي كيفاش انت كنقابك كيفاش تنظر؟ كان سلبي جدا. ما قدمتش اول حاجة اللي نطلبوه نحن من المسيرين معناها السلطات الاشراف انهم وقت اللي يجيوا يتولاوا يعني الاشراف على وزارة معينة انهم يقدموا استراتيجية واضحة. ما فماش حتى استراتيجية واضحة. الإصلاح كان إصلاح يعني مهزلة بأتم معنى الكلمة، وللأسف الوزارة ما زالت متواصلة في الإصلاح المهزلة هذه. يعني إصلاح يجي أنت عندك معناتها مذكرة تقول أنه الإصلاح يكون ما بين الوزارة وما بين طرف نقابي آخر، وقت اللي الإصلاح مفروض أنه يلم جميع الأطراف ليس فقط النقابات الأخرى، خاطر ما فماش كان نقابة اتحاد الأساتذة، فما نقابات في أسلاك أخرى، فما النسيج الاقتصادي والصناعي، فما المؤسسات العلمية وغيره. فيعني الإصلاح هذا بالطريقة هذه مش يهز لحتى بلاصة، ونعانينا من الإقصاء في الوزارة السابقة، ونحاولوا أنه نحن نناضلوا باش الإقصاء هذا ما يوقعش اليوم. سي زياد بن عمر المنسق العام المساعد لنقابة اتحاد الأساتذة الجامعيين والباحثين التونسيين، شكرا لك الحضور معنا. شكرا من خلالك لكل الأساتذة الجامعيين الوطنيين اللي خموا في إصلاح جامعة تونسية ديمقراطية وطنية بعيد على العقود على شاكلة لاعبي كرة القدم. لا احنا ابعد البعد انه اذا كان الجامعي التونسي ما يقومش بدوره كمفكر وكناقد وكمحلل يا خيبة المسعى. احنا اللي نحاولوا انه الجامعي لا يقع شراءه، نحبوا انه الجامعي تبقى عنده الحريه باش يعطي رايه. خلينا نجم يحبوا يشتروا، هو ما بيبيعش روحه. لا ان شاء الله عندك ناس وطنيين يحاربوا على الديمقراطيه ويحاربوا على الكلمه الحره. اساتذتنا وقراونا في مدرج الجامعه وندين لهم بكل ما ملكنا من اسئله مش معرف. شكرا لك سي زياد بن عمر. شكرا ايضا للذين تابعونا في هذا اللقاء في موعد 7 دائما على قناه حوار تونس. نلتقي في مناسبه اخرى. الى اللقاء.